المش بتاعك مصلصل، المش بتاعك تقيل، ما عندكيش سمنة اصلا تسيحيها عشان تعملي المش. كل دي اسرار انا هقولك عليها باذن الله داخل الفيديو، هتطلعي احلى مش باذن الله من غير سمنة سايحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين ليا في الدنيا، يا رب دايما تكونوا بخير. هنبدأ دلوقتي معانا، عارفين ده ايه؟ ده الخض اللي طالع من السمنة. دي طريقة حماتي وبالاجداد، طريقة حلوة جدا وفي نفس الوقت مش مكلفة. تمام. ده الخض اللي بيطلع من السمنة. لو انت ما يعني عندك جارتك كده حبيبتك، هتقول لها هاتي لي 2 كيلو خض. اول شوية خض تحوشهم لك من السمنة، هيبقى جميل جدا، بدل ما تكلفي نفسك وتشتري لبن وتشتري سمنة. دلوقتي الخط بتاعنا حطينا عليه 3 معالق من الملح، او لو عندك ملح صخري حطيه عليه وحطيه على البوتاجاز، هيغلي ويتبخر زي ما حضراتكم شايفين. اما بالنسبه للبن ده فهيغلي غلوتين، واحط عليه قطع الفلفل الاحمر واغطيه لحد ما الفلفل يدوب معاه مع بعضه كده زي ما حضراتكم شايفين، واضربه ضربتين في الخلاط واركنه على جنب. هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. دلوقتي هنرجع للخض بتاعنا اللي على النار. طبعا هنقلب فيه لحد ما القوام بتاعه يتقل زي ما حضراتكم شايفين، والمية كلها تتبخر ويبقى المركز بتاعه. تمام. هتني اخلط واستمر في التقليب زي ما حضراتكم شايفين، وجف معانا جدا اهوت. الطريقة دي جميلة جدا جدا. بدل ما تشتري قطعة الجبنة ب20 جنيه القديمة، لا هتشتريها ب7 جنيه، واعملي الخلطة دي وحطها فيها وادعيلي. تمام. دلوقتي انا بعد ما اللون بتاعه بقى مكرمل زي ما حضراتكم شايفين داخل على اللون البني، ضربت اللبن بالفلفل في اول الفيديو ضربتين كويسين في الخلاط كده بعد ما برد. تمام. وحطيته على الخض اللي احنا محمرينه. تمام. والله دي وصفة جميلة جدا جدا حبايبي، ما تنسوش تعملوا لايك لو استفدتوا، وشيروا الفيديو عشان الكل يستفاد بإذن الله. شايفين اللون تحفة تحفة والله، لا كلفت نفسك ولا اشتريت حاجة. الجبنة انت شاريها بيضة اهيت، لفيناها بالملح والشطة يومين وحطيناها في المصفى البلاستيك زي ما حضراتكم شايفين، وحطينا تحتها طبق. تمام. مش هينفع طبعا نحطها كده في حاجة وتسرد ميتها، طبعا الشطة والملح هيروح في المية. بدأت اني اصف مش هحط المش الاول، لا هحط الجبنة اصفها في البطرمان بتاعي كده، وابدأ احط المش عليه لحد ما يغطي البطرمان خالص كده، ويغطي الجبنة زي ما حضراتكم شايفين. عندك بقى شطة مخللة، ما تحطيش الشطة الخضرة خضرة، لانه بيحوي حاجات تانية، السوس والحاجات دي. انت هتحطي بسم الله الشطة المخللة. لو عندك شطة مخللة ومش محتاجة حطيها في المش، عندك شطة حمرا حطيها في المش، هتبقى جميلة. شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله. اتمنى الفيديو بتاعنا يعجبكم النهاردة.